انه الفيديو هو من انتشر الي انه انا صيح على المديره، كانت المديره نايمه علي وتضرب بي، كانت تضرب وتريد تاخذ التليفون، لان انا قلت لها اريد اخابر امي، اريد اروح انا اريد اخابر امي، ما تقبل تخليني اخابر امي، وحابستني بالاداره، وكانت نايمه علي تضرب بي، تضرب بس بالتصوير كانت بتها اللي تصور، خلت بتها تصور بتلفون المديره، التصوير هذا كله من جهاز المديره طلع، وبتها اللي تصور كانت نايمه فوقها وتضرب، بس طلعت هذا جزء من الفيديو ما طلعته كله، قاصته مخليه بس اللي انا اصيح عليه لان انهاريت، ماكو طالبه، الطالبات يضربني وخلتني يصورني، وفوقها المديره تجي تضربني ويصيحن ويغلطن وتفشر المديره، بس هذا كله ورا التصوير، ما طلع بالتصوير شيء، من هي تعرف انه اكو تصوير، فما قالت انه ظلت تحكي، قالت بس ممنوع التلفون، هو احنا كانت سفره مدرسيه يعني الطلاب كلها تصور، والاشاعات الناس علي انه ايش عندك بتلفونك وما ادري شنو، انا شنو اللي عندي؟ انا ارد التلفون تريد تاخذه تكسره المديره، لان ما تقبل اخابر امي، تريد تحبسني بالاداره، ظليت اصيح لين منهاره، كان شعري طالع ويج بس لبست حجابي، هاي قبل التصوير. انا اريد اسالك سؤال، انا من الناس اللي انا اعتذر جدا على انه ما فهمت الموضوع، وانا اتمنى انه نفهم الموضوع، يلا نحكي، انا ارجو المعذره منك، لان انا اللي من الناس اللي طلعت وحكيت وقلت بس هسه يلا فهمت. اريد اعرف انت بالايام العاديه تاخذين الموبايل لو بس بوقت السفره؟ يعني احنا بيتنا بعيد، فمدرستي كل مره عادي اجي ادخل المدرسه اسلم التلفون بالاداره واروح ادخل الصف حالي حال الطلاب، بس بيومها قالوا لا تسلمين التلفون، عندنا سفره مدرسيه وجينا بدون جنب، جبنا اكل وسفره مدرسيه داخل المدرسه مو خارج المدرسه، عندنا احتفال مال عيد الطالب وعيد المدرس، فاجلوها خلوها على اتذكر يوم خميس، فاجلوها قالوا اوكي يعني عادي جيبي تدخلي تلفونك بس ممنوع زيك المدرسه، لان احنا داخل المدرسه تلفونك عادي، والطلاب كلها تصور بالساحه مال المدرسه، وانا وصديقاتي قاعدين، فاجن بنات اعتدن علي من الثالث متوسط، انا ما اعرفن اصلا، اجت طالبه من الاداره هي بالثالث هي وخواتها، التمن علي يضربني، ظلن يضربن، انا اريد اخلص اريد اروح للاداره اشتكي ما يخلني، اخر شيء اجت المديره تصيح هاي فلان طالبه طوني العصا خلي اضربها، عرفتها انا طبيت للاداره، هو وكفت البنات اللي ضربني تعال صورنها هاي ضربت نروح نشتكي عليها، قلت صغيره تفهمين السالفه شنو حتى تخليني انا عادي اتعاقب، بس فهمي السالفه شنو، فهميها من الغلطان بالسالفه، وعندي شهود صديقاتي كلهن وياي، وحتى صديقاتي تضررن بالمشكله وانضربن، قامت خذت الطالبات تريد بس سالفه على مود تشتكي علي وتفصلني، وهي اصلا مضيعه الوثيقه حتى لا تعطيني الوثيقه ولا اي شيء، فالطالبات قامت خذت من 3 خوات وخذتها للاداره، اشتكى انا طردتني من الاداره، تقول لي ما تدخلين للاداره، وكانت الكاتبه سالفت لها السالفه قالت يلا قعدي، من دخلت المديره هي والبنات يلا طلعوا تطرد بيا وتغلط، بس هاي ساده التصوير ما ترضى تطلع التصوير الكامل، فش اسمه طلعتني خارج الاداره واقفه بالباب، دخلت البنات ظلن يغلطن علي هن بالباب ودخلن هن والمديره يتحامل، ووحده ابوها بالتربيه الا فصلك، كان ابوي الا خليه يفصلك، وعندي محادثات موجوده ومسكرين كل شيء، والطالبه اللي ضربتني كانت عندي صديقه وياهم بالثالث صورت لي السكرينات شلون تفشر وتغلط وتتجاوز علي. منو هاي اللي تكتب بالجروب اللي تتكلم كلام لا اخلاق اللي دزتوا له المحادثه؟ منو هذه؟ هاي الطالبه اللي ضربتني، هي المديره قالت يلا تعالى نشتكي، هي هاي الطالبه بنفسها اللي تقول لهم اكو محادثه هسه راح ننشرها، تقول لهم يا بنات باكر دوام اضراب، راح نسوي مظاهره احتجاج، شنو الاحتجاج؟ هاي عندنا كاتبه هي والمديره مراسله الطالبه تقولها يلا روح نسوي المظاهرات على الطالبه بباب التربيه حتى نفصلها، وموجوده السهام هي اللي اسمها السهام تحرض بالطالبات، هي والمديره روحن يلا الطالبات الثالث كلهن يرحن على الطالب حتى تنفصل من المدرسه كلها، يعني كل مره عادي، كل مره احنا لين بيتنا بعيد عن المدرسه من التربيه، فبيتنا احنا بعيد، انا مرات اروح تاكسي، مرات اروح اصعد بالخط مالتي، مرات ما يجيني اروح تاكسي، فكل شيء يصير بالطريق اخابر ما نجي، المديره تعرفني هي تعرفني، فش اسمه ادخل اسلم التلفون للاداره، وحتى الكاتبات شاهدات انا اسلم التلفون للاداره مالتي وادخل
الصف يعني عندنا كمل شو اسمه دراستي عادي. فشو اسمه كانت عندنا سفره مدرسيه يعني داخل المدرسه، مواعيد الطالب مأجليها، قالوا يلا يوم الخميس صارت السفره. فرحت احنا قاعد جابوا اكل وبدون جنط، لا عندنا جنط ولا اي شيء. وزير التربيه اسولف لي على اللي صار كله، لان انا مظلومه، الناس حكت علي تعليقات سلبيه، انا نفسيتي تدمرت، انا انشهرت. يعني الناس، انا بنيه مو ولد، وانا عندي عشاير وعمامي يهددون بالقتل، فانا بنيه مو ولد حتى ينشرون وهيك. يعني نفسيتي تدمرت. والتعليقات انت تعرف الناس ما ترحم، تعليقات الناس السلبيه علي، والناس ما فاهمه الموضوع، فاهمه بس انه على الفيديو انه انا صيح على المديره على مود التلفون، والناس ايش بي تلفونها والحكي. يعني انا عندي اهل، يعني روحي ظليت انهاريت، يعني والله وصلت بي حتى انتحر لان كرهت روحي. ما معقوله انا على اتعارك على مود تلفون والمديره اصيح عليها. انا منهاره، كان وضعي ما اعرف، حتى انا صدمت من نفسي ظليت اصيح، انهاريت وتعبت، كانت تضربني والطالبات ضاربتني وخاله بتها تصور. يعني انهاريت، ماكو طالبه هيك يسوون بيها وتسكت. يعني كل الطالبات اخلي اي شخص بمكاني ما راح يسكت. زين انا سويت القليل من ضليت اصيح، انهاريت، ارد اخذ التليفون تريد تكسره، تريد تحبسني، ما تريد تاخذني، ما تريد اخابر امي. وقوه اجوا اهلي وخذوني، لعبت بي لعب وتفشر وتغلط علي. مالي طالبه شلون تنشرني اصلا، وهي المديره بنفسها ناشره بجروب المدرسات وصاعد من جروب المدرسات. والمدرسات هن اصلا مو مال تدريس، يعني مدرسات احنا اصلا حتى مدرسات ما عندنا، ما يدرسون. والله نصف السنه دبروا روحكم تقروا من يمكم، وش تسوون تنشحون ترسبون، احنا ما علينا بيكم. المدرسات ملتهيات، ايش قال الصبغ هيك ما عندهن تدريس، يطنك التحضير. انت والله تقرا، احنا ما نعرف ندرسك. يلا هيك مدارس ما بيها هي، خاصه الجنائن كلها تشتكي منها، واكثر من دعوه على المديره، مو بس انا والناس هوايه جاي اقعد ويسولفون على المديره ست وداد. يعني لعبه بالناس تعب. ماكو هيك اداره مدرسه تغلط على الطالبه، اداره مدرسه تصور بالطالبه، اداره مدرسه تقتل طالبه. ماكو هيك اداره مدرسه. انا بنيه حديتها مو صغيره حتى تنشرني وتصورني، وفوق كل هذا مطلعه وجهي. انا بنيه وعندي عشائر وعندي اخواني يذبحوني. يعني انا طلعت بشرفي ادخل على التعليقات، اقرا بالتعليقات وابكي. صار لي 3 ايام من انتشار اشوف التعليقات شلون البنات يتجاوزن علي وفي الشاير ويطعنوني بشرفي، وش عندك بالتلفون واشياء. وانا عندي اهل، يعني الناس تشوف اقاربي هيك تقتلني. يعني انا اهلي عندي اخوان وعندي عمام وعندي ابو، يعني وعندي عشيره كامله. انا من العبوده، يعني دا يشوفوني يذبحوني. السلام عليكم، شلونك عيني؟ انا ام الطالبه اللي انتشر الفيديو مالتها من المديره تاخذ بالتلفون من عندها. نعم. طبعا هي هاي البنيه اول ما داومت بقت فتره بالمدرسه، فتره شهرين، ردنا ننقلها لان المسافه كلش بعيده عن بيتنا ومدرسه الجنائن. نعم. يعني الا سياره، والسائق ما عنده التزام، وانا بنيه حديثه. يعني مرات من تجي شاهد الله نضل على التليفون من انت وصل البيت. رحت للاداره اريد انقلها، قالت لي ما عندي وثيقه، الوثيقه ضايعه. هاي مديره المدرسه وداد. نعم. يعني ضايعه؟ قلت لها شلون ضايعه؟ قالت اي عادي شغله بسيطه، تروحين للمحكمه وتقدمين طلب وتقولين انا ضيعتها يا مو بالاستنساخ. قلت لها عيني انا ما مضيعه، انا مسلمتك فايل كامل بمسكات وبوثيقه وزاريه. شلون انا مضيعتها؟ انا ما ضيعتها، انا ما اعترف بشيء ما مسويته. قالت والله نحلل عندي. قلت اوكي. طلعت انا ما تجاوزت ولا يعني طلعت. وين رحت ثاني يوم للاشراف التربوي. نعم. قمت دعوه عليها بالاشراف، اخذوا رقم التليفون وبقت الدعوه عليها. طلعت الاشراف، طلعت اللجنه عليها وودوا على بنتي وصار التحقيق بالموضوع، وما عرفنا النتيجه ولا خابرونا ولا اعطونا. المهم بقت فتره، تحولت المديره من اجت اللجنه تحولت عن بنتي، يعني قامت تعاملها بغير معامله وتصيح لها ام الشكاوي. تقول ماما وين ما تشوفني تصيح لي ام الشكاوي. زين. المهم ظلت فتره، هم سوت لها مشكله، هم رحنا اشتكينا بالاشراف التربوي. بنتها انه هي غاشة. رحت للمدرسه قلت لها بس تعطيني اي شيء هي غاشه بيه، اعطيني مساحه، قلم، ورقه، اي شيء، اعطيني اي شيء اثبات انه هي غاشه. ما عندهم
جواب، لان هي تريد باي وسيله تطلع بنتي من المدرسه باي وسيله. المهم بقت فتره، ظلت داومت نص السنه، ورا نص السنه صار يوم 6/3. هذا الفيديو مو استوى، هذا الفيديو بيوم 6/3 وعندي فيديوهات